يا فندم، خدمة العملاء مع حضرتك، مكالمة تقييم عن المكالمة اللي فاتت وعن أداء العميل. فكنا بس معلش كام سؤال بس كده بنجمعهم عشان نعرف أداء الناس عندنا في الشغل. ممكن؟ اتفضل. كيف كانت كفاءة المساعدة؟ ساعدوكي كويس؟ لا الصراحة خالص ما استفدتش أي حاجة من المكالمة غير إنه عصبني. امال يعني حضرتك بتكلمي خدمة العملاء يعني ما أكيد هيساعدك يعني إيه؟ لا ما ساعدنيش. إزاي يعني ما ساعدكيش؟ ما أنا كنت عايزة أعرف حاجة وهو ما ادانيش المعلومات الكفاية. أمال قاعدة بترغي معاه 19 دقيقة ليه؟ هو اللي رغاي. هل تم الرد بسرعة على مكالمتك؟ لا. ايه اللي لا؟ هنعمل لكم ايه؟ ما انتوا اللي كتير، ما انتوا عمالين نعم. انتوا اللي كتير عمالين تتجوزوا وتخلفوا تجوزوا وتخلفوا ويتصلوا خدمة العملاء. يا خدمة العملاء هتعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه يا عم القرف؟ لا دي مسؤوليتكم كشركة على فكرة إن أنتوا تعملوا خدمة عملاء كتير عشان يكفي. هنجيب لكم منين؟ ما انتوا اللي عمالين تتصلوا. واحدة جوزها مزعلاها تقول لي خدمة العملاء جوزي مزعلني. هنعمل لكم ايه انا؟ تمام يا فندم. دي مشاكلكم، فلتروا المكالمات. هنفلتر يا اختي، هنحط الفلتر اللي انتوا بتحطوه على وشكم عشان تضحكوا علينا وتخزوقونا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مفيش حاجة يا فندم، بناخد تقييم حضرتك للمكالمة. اتفضل. نسبة رضائك عن خدمة عملائنا هل هي 100% طبعا 100% طبعا، ولا 80% وده مش طبعا، ولا 60% ولو قلتيها انت عارفة، ولا 40% سيء جدا؟ ده سالب 10%. يا وليه في ايه ده؟ لا مفيش حاجة تمام. ليه يا فندم سالب 10؟ علشان انا معرفتش اوصل للي انا عايزاه، مشكلتي ما اتحلتش، وعشان العميل بتاعك مستفز وبتعصب عليا زيك بالظبط. ليه يا فندم ما عرفتيش توصلي اللي انت عايزاه؟ ليه يا فندم؟ ما اكيد انت بتطلبي منه حاجات غريبة يا فندم. هو انتوا مش دي مسؤوليتكم؟ كانت ايه هو انتوا شكوى؟ ممكن اعرف يا مسؤوليتكم؟ فندم كانت شكوى بقى حضرتك بخصوص ايه؟ لان الواد اللي كان بيكلم على باقات وحاجات خاصه بالكاش والحاجات دي ما بيجينيش فايده. طب باقات اختي، طب ما تخش اختي على النت اختي واكتبي باقات الشركه، هتجيب لك الباقات كلها بالاسعار بكل حاجه. توجعي دماغ الولد وتقولي له الباقه دي عجباني والباقه دي مش عجباني. انت جايه تتجوزي الباقه 19 دقيقه بيشرح لك باقات واحنا في حصه شرح هنا. ما عرفش يحولها ليه؟ ايه؟ لما قلت له حول لي الباقه ما عرفش يحولها. اعتبري نفسك بتحولي من ادب العلمي، مش بتاخدي وقت. ما اصل برضه ما الراجل بتاع خدمة العملاء ده خلي بالك برضه ما بيطيرش برضه، ما هو غلبان عنده 100,000 مكالمة عايز يحلها. تمام يا فندم. هل تم تركك على الانتظار لفترة طويلة أم كان طبعا أداء صاحبي طبعا كان سريع جدا في خدمة العملاء؟ لا حضرتك تم ترك كتير. ما عشان خاطر معلوماتك انت اللي غريبة، معلوماتك هي اللي كتير. لا انتوا اللي جايبين عملاء اصلا مش حافظين حاجه، وكل شويه يحاسبني على الويتنج عشان يروح يسال زميله ويسال مديره. طب ما هو بيسأل مديرك، انت تسألي أسئلة تعجيز؟ ده لو امتحانات ثانوية عامة حضرتك في اللي كان. اللي مش جايبين ناس كفته. ناس ايه؟ ناس كفتة ازاي؟ عندهم كفاءه يعني. ما احنا عندنا كفتة كتير، ده احنا لسه مش متغدين كفتة النهارده. لسه عندنا ايه؟ اللي ايه علاقة الكفتة؟ مش بقول لك انت كفتة اصلا بتكلمينا مكالمات اصلا كفتة. حضرتك دلوقتي انا عايز افهم نسبة ارضائك عننا في ام المكالمة. صفر. صفر. تم حل ام مشكلتك؟ لا. لا. راضية عننا؟ نهائي. عنك. هتشرفينا ان شاء الله بالمكالمة مرة اخرى؟ لا انا هشرفكم في الفرع عشان اشوف بقى كبيركم فين. وفرتي علينا كتير علينا. تمام كده يا فندم. مريب اي حاجة تانية يا فندم؟ مش عايزة حاجة. عندك اي مشاكل تانية عايزة تحليها؟ هو انت كنت حليت الاولانية عشان تسأل على مشاكل تانية؟ تمام انا بسألك، انا تقييم، انا كل ده تقييم ماليش دعوة. الحل والكلام ده بتاع انا دلوقتي تقييم. خلاص يبقى ما تسألش يلا. تمام. بعد اذن حضرتك بس يا فندم ممكن اخر حاجة لو سمحتي؟ بالله عليكي بالله عليكي بالله عليكي هيجيلك مكالمة تقييم دلوقتي تقول لهم ان انا كنت كويس معاكي وبتديني ريت كويس. ابوس ايدك عشان نفسي بس بالله عليك ابوس ايدك. ممكن؟ لا مش ممكن. والنبي اله يا رب. يا وليه. لا ده قلة الذوق اللي انا شفتها ما شفتهاش على حد. يا وليه عيب عيب، ده انا حبيبي عيب. انت عارف عشان وليه دي انا هديك تقييم زي الزفت. يلا بسرعة يلا 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 يلا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي. عرف